هذا البرنامج برعاية مجموعة شركات سردار جروب للسيارات. ولد ونشأ في حي بغدادي أصيل. هذا الحي يجمع كل معاني الطيبة النابعة من جذور تأصلت تأصيلا إنسانيا في كل فرد من أفراد هذا الحي، إذا كان تيسيرا يسرا سهلا جميلا حنونا خجولا طيبا، فهو يحمل تركيبا مزيجا بشكل صعب جدا من السعادة والحزن معا، وأحيانا تجد حزنه متغلبا على سعادته. تألق وأبدع بفترة قياسية قد يحسد عليها، فأعماله لم تتجاوز الحد المطلوب، ولكنه أصبح نجما ساطعا في سماء النجوم، وأصبح تيسيرا سفيرا لإنسانيته لتألقه الفني الكبير. لك وطننا وبيوت كل أهلك ترى بيوتها لنا مثلك ولا شفنا. أهلا تيسير، أنا سعيد بلقاء حضرتك. أنا أسعد الحمد لله. تيسير، قبل لا نسولف وندردش أود أن أسمع منك شيء، يعني اللي ترغب أنت. أول شيء أرحب بك، وأنا كل السعيد إنه أكون اليوم بيناتكم اليوم، وأول دخولي لعمان وأول لقاء أسويه عن طريق قناة أغانينا، القناة المبدعة، القناة السباقة بالخير اللي يتابع وتواصل الفنان العراقي. أهلا بك تيسير. إذا أسمع منك أي شيء حتى يصير نواهس بين سولف، يعني شو تقول؟ يعني نغني يعني؟ نغني. عليكم الله سألوا حبيبي من تلاقوه، وبكل شي غالي حلفوه، يذكرني لو ناسيني، قولوا له مو هذا عز احبابك، ارجع له مو راح يموت بغيابك، حبيبي طال غيابه وانا انتظر يم بابه، خلف الله عطر ثيابه اشمه ويسليني. اخذوا لي صورة وخلي يشوف شلوني، ام هو هذا نفسه لون عيوني، دبلانه من كثر البكي صدقوني، حتى اهلي من حبي ذا كرهوني، اخذوا لي صورة وخلي يشوف شلوني، ام هو هذا نفسه لون عيوني، دبلانه من كثر البكي صدقوني، حتى اهلي من حبي ذا كرهوني، حبيبي طال غيابه وانتظر يم بابه، اشمه ويسليني، حبيبي طال غيابه وانا انتظر يم بابه، خف الله عطر ثيابه اشمه ويسليني. لك علاقة بهذا الموضوع؟ أكو علاقة بينك وبين هذا الموضوع اللي أنت قلته عليكم الله وكذا؟ في موضوع خاص واقعي يربطك به، ولا كلمات شعر استلمتها فقط يعني؟ لا، هي هاي الأغنية كانت من اختيار نصرة البدر، لأن كانت أول أغنية يعني هو اللي شجعني عليها وهو اللي اختارها، لأن في شيء واقع بها حلو وقدم للناس صورة صحيحة. لنرجع قليلا تيسير، أكيد هذا سؤال يعني طبيعي أكيد وتقليدي على قولتهم. مشوار البداية كيف كان؟ يعني كيف كان تيسير قبل أن لا يكتشف نفسه أنه هو سيكون مطرب؟ كيف كانت البدايات؟ يعني تيسير إنسان حاله حال أي إنسان بالشارع، يشتغل أي شغلة وعايش يعني الحمد لله وشكر له. بس يعني أنا يعني ما كان ببالي إنه هذا الموضوع إنه يصير شغل، أو يعني شلون اقدر اقول لك يعني شلون لقيت نفسك انت راح تكون مطرب؟ يعني كان بالمدرسه بالمنطقه اي هذا الموضوع بالبيت؟ موجود من البدايه، بس عندي خجل يعني انه اغني قدام شخص واحد غريب وما اعرفه، ما اقدر هذا الموضوع. وصفي مضبوط اذا عن خجلك اي يعني. ما والله صح.
طيب قبل لا يعني بدأت بالمشوار كنت تسمع لمنو بوقتها؟ يعني يعني محمد عبد الجبار مثلا، المطربين الرواد مثلا نقول. يعني أنت كنت قبل لا يكون تيسير نجم يغني. اسمع لكل المطربين، يعني اسمع لكل المطربين. بعد أن نجمت بدأت تسمع لمنو؟ ايضا كل المطربين. زين نقول منو اكتشف صوت تيسير؟ منو قال صوتك خلاص أنت ممكن أن تكون مطرب؟ كلهم كانوا يقولوا لي هذا الموضوع. مثلا أكيد أقرب الناس. اي يعني اللي شجعني انه ادخل في هذا البرنامج، اللي شجعني واول شخص يعني اللي خلاني انه اروح على نصرته واقول له هذا الموضوع زوجتي. إذا هي لها الفضل الأول والأخير طبعا في إسنادك ودخولك هذا المجال. طبعا. شو تقول لها الآن بهذا اللقاء؟ اقول لها الله لا يحرمنا منك. الحمد لله. إذا أريد أسمع لغيرك فد شيء مو إلك. أكيد تدندن مع نفسك في كثير من الأحيان الشيء اللي تدندنه. تمنيت تعود لبيتنا، تمنيت يلتم الشامل، وبكيت واذرب حالتي شقد صعبة من يبكي الرجل، لكن عذرت عيوني عنكم من بجن، يا ريتهن بفراقكم لحظة وعمن، أحبابي يا تاب العمر بفراقكم ما ظل صبر، انتم قبال عيوني كل صبح ومساء، يا خوف ظنون والدكم نساء، ظل جسمي عندي والقلب يمكم رحل، ظل جسمي عندي والقلب يمكم رحل، آه 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 تمنيت أعود لبيتنا. الله جميل تيسير. زين لو لم تكن مطربا تيسير كان كنت تكون يعني غير أن تكون مطرب؟ أي شخص عادي يعني يشتغل ويرجع لبيته ويعيش عائلته. طيب نقول الآن تيسير راضي عن نفسه؟ الحمد لله. طيب هذا التنجيم السريع اللي أنت نجمت به توعزل إيش يعني؟ مع أنه يعني أنت لازلت يمكن معدودة الأعمال اللي صح. عندك، فهذا التنجيم هل مر بمراحل صعبة؟ هل أجى التنجيم سريع جدا؟ وإذا كان سريع فشون ليش؟ أول شيء هذا الفضل يعود لله، يعني الحمد لله وشكر. هذا يعني رب الله لو مو راضي علي هذا الموضوع ما يصير عندي أنا. اثنين يعني محبة الناس ما تجي أكيد من فراغ، ولو تكون عندك فلوس الدنيا كلها اكو هواي اصوات حلوه تلقاهم ما محقق هذا النجاح. يقولوا لي ابتسامة تيسير هي اللي ساعدت على الحمد لله أن ينحب الحمد أكثر. الحمد لله. لأن ابتسامة مميزة، أغلب الفنانين قالوا لي يقول لها الشكل يعني. الحمد لله أشكر. شو يحلم تيسير؟ حلمك إيش اللي بدك أن تحققه؟ حلمي أدخل كل قلب كل إنسان وتحبني كل الناس، بس أرضي الناس. رأيك بالساحة الغنائية، الساحة الحالية، بالأصوات، بالألحان، الكلام، في كل ما يخص هذا شوف هو اللي يبدي صح يعني لازم ينجح، وهذا فضل من الله. يعني لازم انه يعني انت تقدم عمل حلو، ليش ما تنجح؟ ليش مو الناس ما تحب هذا الشيء؟ يعني اكيد هو اكو اشكال والوان بالساحه، اكو زين واكو مو زين واكو. ايش قد تنطي نسبه للساحه في انه الساحه بخير؟ نسبه من 100 يعطيها؟ تقول الساحه بخير نسبه بهالقد؟
يعني 80%. انت متفائل جدا يعني. الحمد لله شكرا. اكو 3/4 الاغاني دي يطلعون حلوين، والشباب دي يطلعون حلوين الحمد لله شكرا. والاختيارات صحيحه. تبقى اكو اغاني قاعده تطلع يعني اكيد عليها لو الكلام مو زين او الصوت مو زين او الحضور مو ذاك. اغنيه تمنيتها ان تكون الك وهي مو الك وموجوده. لا الحمد لله، واني يعني دا اقدم الحمد لله شكر ناجح، وما احسد غيري وما افكر انه هاي لو الي لو اني مغنيها، لا والله مثل ما اريد الخير لروحي اريد الخير لاصدقائي واخوتي اللي دا يطلعون كلياتهم. بس يعني تقدر تقول اكو اغاني كانت الي واني ما ردتهم يعني وغيري اخذوهم والحمد لله هم الله وفقهم. يعني ومشوا بها بشكل مثلا شنو هاي الاغاني مثلا؟ الله يفتحها عليهم. يعني لو ميت. هاي اول ما سووها نصرت، اول واحد قال لي عليها قال لي الي. قلت له ما قال لي حلوه والك وهي، قلت له ما لا. ملاحظاتك شنو عليها؟ ليش يعني ما حبيتها؟ استعجال، ما خطا من عندي يعني مو من كذا. متندم عليها؟ لا بالعكس، بالعافيه عليه يعني. هو يعني يستاهل. واكو هواي اغاني تغنيها الي الان؟ بالعكس انا اغنيها دائما يعني حتى بالشغل. خلينا نسمع منها ايضا. لو ميت ولا داري حبيباني يحب ثاني، اعز احبابي معقوله كنت مخدوع بيهاني، هي كان طلعت تالي غشيم وما دريت بهاي، عيني بالسما مأمن وانا الماي من جواي، هي كان طلعت تالي غشيم وما دريت بهاي، عيني بالسما مأمن وانا الماي من جواي، ويلي لو ميت ولا داري حبيباني يحب ثاني، اعز احبابي معقوله كنت مخدوع بيهاني، ويلي. قول شيء لمطربها. قول شيء للي اداها. اقول له الله يوفقك والله يفتحها عليك ويا رب ان شاء الله نجم النجوم واحسن الكل ان شاء الله يا رب. غير هذه الاغنيه بعد شنو اللي كان لك؟ اكو هواي اغاني وبعدهم ما نازلات يعني. كلهم ما مطربين شو وقت يزعل تيسير؟ لما ينظلم. انظلمت شيء؟ ايه مثلا شوف، هي نوبات الطيبه الزايده تخلي الناس يدوس بيك، مع الاسف هذا الموضوع موجود. هي مشكله فعلا. انا طيب ويا كل الناس الحمد لله. حتى موضوع انه اطلع بشغلي بكذا باسعار ما اعرف شلون، النوبات يعني احس الناس متضايقه او كذا احاول اساعدهم يعني اقول ما يخالف يعني شنو اذا صارت مثلا باكر او عقبه او غير يوم، مو كل شيء فلوس بالدنيا، بس مع الاسف هم يحسبوه غير حساب. خلوني اكمل لهم اللي اريده ويخلصون عازتهم من هذا الموضوع، بعدين يقول لك لا. احكي عن نفسك تيسير اكثر وعلى مسؤوليتي، يعني قد يكون الواحد يحكي انا اكون مسؤول عن تصريحاتك عن نفسك، احكي باللي تريده عن نفسك. قد في ناس ظالمين فعلا تيسير، الان احنا امام مشاهدين بالملايين، نقول خلينا نصرح امامهم وقول لهم اني هالشكل تيسير، وانت مسؤول امام نفسك يعني، لانه هذه شاشه ومو واحد واثنين دا تقولها حتى تروح الحكايه، لا ناس كثيرين دا يشوفونا الان. يعني اكو موضوع بس واحد يعني شوي غاثني بس مضوجنا، اللي هذا الموضوع اللي هو دائما يتكرر، هذا الموضوع دائما يتكرر، اللي هو مثلا انه نصرت جاب تيسير على مود يضرب به حسام الرسام، ماكو شيء هذا الموضوع، ماكو هذا الموضوع. تقال دائما هذا مو واحد واثنين يسوي. رد يعني. زين الرد اللي نقطع به هذا اللي اقدر اقوله للناس اول شيء انه نصرت هو التعبير. نعم. نصرت جاب تيسير على مود يضرب به حسام، نصرت ما لقى تيسير بالشارع وقال له تعال انا اسوي لك فعلا اغنيه وتعال اطلع اضرب بها حسام. صحيح. اثنين، حسام نجم والعالم كلها تعرفه وانا واحد من المعجبين به، ويقولون انه انت استغليت اختفاء حسام بامريكا وطلعت انت على مود تستغل مكانه تاخذ مكانه. زين شلون انا استغل اخفاء يعني حسام مو هنا، وانا شفت نصرت بالمسرحيه مال حسام اللي هي كان بسوريا موجوده. نعم. حسام فوق على المسرح وانا نصرت دي يباوع على حسام، وانا حكيت وياه في هذا الموضوع وقلت له اريد اسجل اغنيه واريد كذا، ورحت على نصرت ثاني يوم مو بعدها بفتره
وسمعني الولد وقال لي اوكي صوتك حلو وكذا وما اعرف شنو، وسجلت الاغنيه وحسام موجود بسوريا. اذا شلون انا يعني استغليت يعني انا اعرف انه راح يسافر او كذا ما اعرف شنو. فالعالم يعني شوي هذا الموضوع بس غاثني يعني، ومع ما بيني وبين حسام اي موضوع اي خلاف. انا قبل يمكن شهر كنت احكي وياه بالتليفون انا ونصرت، والولد شايل اخلاق تجنن والله يفتح عليه ويوفقه ان شاء الله. اذا شو اللي يزعجك بالوسط الفني؟ انتقد حاله غير هذه، انتقد الان يعني استغل الفرصه وانتقد، قول هاي الحاله المزعجه في الوسط الفني تزعجني. شنو الشيء اللي يزعجك بالوسط الفني؟ هناك كثير من الاشياء في الوسط الفني مزعجه، يعني احيانا اجد العلاقات، انا شخصيا اجد العلاقات مش ولا بد، يعني مو هي اللي يرسمها الناس. هو شوف كوسط فني مو يعني مع الاسف مو كل الفنانين واحد يحب الله، هذا الموضوع مو موجود مو الكل يعني، مو الاغلبيه يعني. نقدر بس هذه الحاله تقول موجوده وانا موجودة انتقدها وهي موجودة حاله سيئه. لا موجودة، ما نتمناها. اكو ناس تغار من يشوف انه هذا الفنان طلع عمل حلو ونجح والحمد لله والله وفقه. لا هو تلقاه يعني قبل هذا الفنان يغني هو معروف وكذا، بس ما يريد لك الخير يعني، مع الاسف هذا الموضوع. ومو الكل اكيد. انا لا اقول هذا الموضوع طبعاً نقدر نقول فد 30% اللي المو زين به، 70% لا. شو وقت يفرح تيسير؟ لما اقدم عمل حلو للناس ويعجبهم. شو تسوي من تجد انه العمل نجح؟ اوصف لي. ما اعرف والله ما اعرف. انا دا شوف انت طبعا اول دخولك العمان، يعني بعد ان نجم تيسير يمكن اول زياره لك العمان، دا اشوف علي بدر مصاحب لك بشكل مستمر طيله فتره وجودك في عمان. هل هو هناك مشروع تعامل فني مع بعض يعني ممكن انا حاليا دا خلص السيدي تقريبا راح يخلص. نعم. السيدي كله الحان نصرة البدر، حبيبي نصرة البدر، وكلمات شاعر ضياء الميالي والشاعر علي الفريداوي والشاعر قصي عيسى، طبعا اوجه لهم تحيه. وهذا الشريط تم تسجيله باستوديوهات الحنين اللي مهندس صوت استاذ سامر طه سالم، وتوزيع عثمان عبود وعصام حكمت. نقول هذه هاي اخر اعمالي، 10 اغاني ان شاء الله راح يطلعون وراح اصور واحده منهم. ليش كان هذا السيدي كله الحان نصرت؟ اول شيء انا مثلا يعني علي ما شايفه، اوكي؟ علي بدر انا ما عندي علاقه به. نصرت اول انسان مثلا اعرفه انا وهو اللي دخلني بهذا الوسط، واعماله اللي اذا اخذهم كلهم حلوات الحمد لله وشكر واحد احلى من الله. بس اكو ناس تقول لك ليش انت ما تشتغل ويا غير نصرت؟ يعني نصرت بس نصرت مثلا يعرف يشتغلك بس كذا؟ من حقه يسالون طبيعي. اي هو مو هيك الموضوع، بس تقدر تقول مثلا هو الولد يعرف خامه الصوت والكذا، وحتى ابين لهم انه انا اكو غير هذا الموضوع. انا اتصلت على علي بدر، نعم، ردت اغنيه بالسي دي تنزل وما صارت يعني قسمه ما صارت، واتصلت على وليد الشامي، واتصلت على علي صابر، واتصلت على قيس هشام، ويا مظفر الامير وهواي ملحنين الحمد لله وشكر. بس هي ما صارت القسمه، انه السي دي كله الحان نصر صار. طيب بس هسه حاليا يعني انا اول دخول عمان، طبعا اوجه تحيه لاخوي وحبيبي الفنان علي بدر، وان شاء الله اكو اوبريت انا مشارك به، اني والفنان عن العراق. طبعا. نعم. أنا والفنان علي بدر والفنانة غزلان، وهو الولد يعني ما فارقني من دخلت الحدث. لا هو قبل اللقاء أيضا اتصل بي كثير، يعني كل ساعة جريتوا اللقاء ولا لا؟ كيف حال تيسير؟ يعني يسأل عنك وهو صح. لا هو قبل اللقاء احنا كنا معزومين يمكن خابرك قال لك؟ خابرني والله، وقال يعني حالته النفسية كلش مدمرة لأنه الأكل كان أكل دسم كلش، احتمال ما راح يجري اللقاء وقد يتأجل اللقاء. صح. وظليت قلق. صح. بس الحمد لله لا وضعك زين يعني. والله الحمد لله يعني رحنا كنا بيت ولد صديقي محمد الطايع، اوجه له تحيه اقول له وتحياتنا له على العزومه الدسمه. يعني فكان عازمنا يعني، هو من اول ما اجيت قالوا يوم الاربعاء ان شاء الله انت موجود. رحنا اني وعلي بدر ومجموعه من الفنانين يعني، وولد اصدقائنا مو كان خابرتوني ايش دعوه الشكل يعني. والله مو انا معزوم مو هذا والله. تيسير اسمع منك شيء، اي شيء ايضا. اوكي، راح اسمعك مقطع من اغنيه بالكاسيت الجديد يعني.
البارحة قوة نمت والصار مدري بحالي، ثار انت قدامي صرت فجأة وجيت قبالي. الدمع ما اقول لك شنو عالخد الف دمعاكو، بس اني ما همن الدمع فدوة الك يا الغالي. تيسير، إذا أقول لك الآن اتذكر أعز الناس، أو اتذكر مو بس أعز الناس، اتذكر أي شيء، راح تتذكر منه؟ تقدم تحية لمنه؟ تشكر منه؟ يعني أكيد هي فرصة. طبعا أول شيء أحب أوجه تحية من كل قلبي وأقول له يا رب يخليك إلي ويخليك لكل المطربين ويخليك للوسط الفني، للمخرج الكبير الأستاذ سامر طه سالم. نعم. أوجه له كلش تحية من كل قلبي، لأن إنسان خلوق وإنسان تعجز تقول عنه، ما أعرف يعني، تحسه يحب كل الناس، تحبه يقدم الخير للعالم كلها، وواقف وياي وبدايتي يعني وياه ولحد هسه والحمد لله والشكر. وأوجه تحية لحبيبي وأخوي الملحن نصرة البدر، وللمخرج الكبير يا رب إن شاء الله مخرج عربي رأفت البدر. وللموزع عثمان عبود، وللموزع عصام حكمت، وللفنانين اللي هم أصدقائي ماهر أحمد، محمود الشاعري، أحمد السلطان، علي بدر، أحمد شاكر، صباح محمود. يا ربي أشوفهم أحسن الناس وأتمنى لهم الخير أكثر من روحي. وأوجه تحية الكادر قناة أغانينا وإلك والأستاذ كرم. احنا لسه ما خلصنا اللقاء. طبعا بس هاي انت قلت لي انت المهم تخص. اوكي، يعني احنا ضمن هذا الموضوع. طبعا هذا اعتزاز منك. الله يخليك عيوني. واوجه تحيه لحبيبي واخوي وصديقي محمد الطائي اللي هو وياي من ساعد دخولي لعمان حتى هسه. نعم. والحبيبي واخوي ابراهيم جاسر صاحب مطعم جيتار اللي وياي من اول ما دخلت لحد هسه. اكيد الكثيرين يعني انت بدك تذكرهم حتما يعني. يا رب ان شاء الله كل من اللي ما ذكرت اسمه لا يزعل علي، لان هواي وما يحضرون كلهم بالبال يعني. تيسير، حاول تجهز لنا فد نسمعه بس بعد ان نروح بهذا الفاصل ونرجع. ماشي؟ الله. فاصل ونرجع. هذا البرنامج برعاية مجموعة شركات سردار جروب للسيارات. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج فيس تو فيس. بس أنت قلت إنه راح تكون صريح. أنت متهم. ليش تنسب شيء إلك بس هو لغيرك؟ لا 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 لا، أنت مو صريح. لا 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 لا، أنت تريد تبتعد عن الموضوع. ماكو داعي للإنكار. يعني مستعد أن تقابله وتقول له هذا الكلام وجها لوجه؟ إذا مشاهدينا الكرام، الضيف قرر أن ينسحب من اللقاء. إذن أعزائي المشاهدين مرة أخرى أرحب بكم، وعدنا مع عليكم الله سألوه وتيسير السفير. أهلا تيسير مرة أخرى. أهلا بكم. احنا قلنا لك جهز شيء، أكيد يعني بهذه الفرصة اللي استرحنا بها أكيد جهزت ببالك شيء، نسمع؟ اسمع خايف؟ حلو. يلا. ما صدق ذاكرني وجاي قاعد يمي وتحكي وياي، ما مرتاح لجيتك هاي خايف منها، ما متعود زين تصير وتحاكيني بحنية، كل عمرك خلصت وياي بيتلوم وتحكي علي، صاير تمسح دمع بديك وتقول لي ظل بالي عليك، هاي الحنية اللي بيك خايف منها. صاير شفاف وحبوب، صاير مني الخجل الذوب، جيتك هاي توقف قلوب وخايف منها. خايف لازم عندك شي وياي، هذا اسلوبك مو خالي، عمر حبيبي حياتي عيوني تحكيهن اول تالي، لازم عندك شي وياي، هذا اسلوبك مو خالي، عمر حبيبي حياتي
راح دمع بديك وتقول لي ظل بالي عليك، هاي الحنية اللي بيك خايف منها. ما صدق ذاكرني وجاي قاعد يمي وتحكي وياي، ما مرتاح لجيتك هاي خايف منها. حلو تيسير، جميل جدا حبيبي. تيسير، آخر مسج وصل لك شنو؟ مسج بيه شغل فني، بآخر مسج وصل لك حتى لو قبل اللقاء ولو بوقت بالموبايل؟ يعني. أي بالموبايل. وتقرأ إذا ممكن يعني. من عيوني.